السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يومكم زي الفل ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم عارفين يا حبايبي ان احنا طبعا كان جالنا الفيروس اللي كان جالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان موت لنا النوتي الحمام كلها. طبعا النتايه هي اللي بتموت عشان مناعتها بتبقى ضعيفة من كتر البيض وتكرار البيض، فالمناعة بتاعتها بتبقى ضعيفة عن الذكور. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النوتي بتاعتنا اللي ماتت والذكورة بسم الله ما شاء الله اللي استنى. فاحنا يا حبايبي حبينا ان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نجيب نبيع الذكورة. وبعدين رجعنا في كلامنا تاني وقلنا خسارة ذكورة متحصنة بسم الله ما شاء الله. بيضهم بيطلع مقصب وحجمهم حلو بسم الله ما شاء الله عليهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فرحت للتاجر اللي جنبنا تاجر حمام، قلت له لو قط الذكورة تاخد الواحد بكام؟ وريتهم له، قال لي الواحد ب40 جنيه. طبعا 40 جنيه اللي ابيع بيه ذكر حمام بيضه مخصب وبسم الله ما شاء الله يعني حلو بسم الله ما شاء الله. الذكوره بتاعتنا اللي واقفه فوق زي اللهم صل على النبي زي ما انتم شايفين الازرق ده والازرق ده بسم الله ما شاء الله، واللي بياكل ده دي كلها الذكوره بتاعتنا، والابيض ده بسم الله ما شاء الله، والازرق اللي على القفص ده كل الذكوره بتاعتنا. فبصراحه 40 جنيه اللي ابيعه بهم ذكر مش فلوس. وبعدين قلت له طب انا عايزه نوتي الذكوره دي، قال لي النتايه ب70 جنيه. طب ازاي هتديني الذكر ب40؟ تاخد الذكر ب40 وتديني النتايه ب70؟ قال لي عشان اكل فيها عيش. طيب ماشي مفيش مشكله. المهم انا جبت منه نوتي. طبعا النتايه الحمراء دي طبعا انا جبتها، والزرقاء اللي واقفه دي اللي ورا الرفيعه دي، والزرقاء اللي راكده على البيض هناك دي. طبعا الرفيعه دي بلدي ودي بلدي، بلد الصافي. الحمام بتاع بلده صافي. البلد الصافي مش وحش، حلو والشغل حلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وجبت منه. وطبعا انا طالقه الزغاليل بتاعتنا اهي، الزرقاء ده اللي واقفه على القفص ده، الزرقاء ده الزغاليل بتاعتنا، واللي بتاكل في البلاستيكات دي الزغاليل بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. وطبعا انتوا زي ما انتوا عارفين الحمام بتاعنا سايب، وبجيب زغاليلنا اهي بره اهي زي ما انتوا شايفين اهي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي مطلقاها اهي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا معوده حمام يطلع ويدخل، والحمام الجديد ده بقى عشان اعوده يطلع ويدخل انا كنت عامله فيديو معاكم قبل كده اعود الحمام يطلع ويدخل ازاي. طبعا النوتيه اهي اي حبايبي احنا بنلزقوها بلزق كده زي ما انتم شايفين، جناحها بنلزقوه بلزق كده عشان تتعود على المكان. احنا ما بنقصصهاش عشان ما تعجزش. طبعا عشان انا ما قصصتهاش ولفت وما عجزتش، ولفت وباضت على طول اهي زي ما انتم شايفين عشان ما قصصتش الريش بتاعها وباضت بسم الله ما شاء الله. بالله عليكم يا حبايبي تدعمونا باللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله.